الوطني نواصله من منطقة أكيمدن، حيث لقي شاب مصرعه غرقا في بحيرة متجمدة أثناء محاولته إنقاذ شابين قادهما التهور إلى التزلج في منطقة محظورة. عبد الحميد جبران، سمية بالعياشي، والمعتصم بالله البعزاوي. على هذه البحيرة المتجمدة أراد شابان ممارسة التزلج على الجليد في منطقة محظورة على هذا النشاط الرياضي، رغبة انقلبت إلى فصول مأساة ذهب ضحيتها شخص آخر دفع حياته ثمنا لإنقاذهما من الغرق داخل البحيرة، فيما تم إسعاف الشابين ليظل أثر مصارعة الموت باديا على السطح. كانوا هما جوج كانوا بغاو يتصوروا وغاديين فوق هذاك الثلج على حساب، المهم هو هذاك المسكين تبعهم، ملي طاحين هذوك عدقهم وهو داخل تحت هذاك الثلج. داك الثلج داخل، ملي بغا يطلع كان هذاك الشيء داك الكراس ما قدرش باقي يطلع، ما قدرش يطلع. وملي عرق مسكين هو صافي ما كاين كيديروا له هذوك خارجين قدام لافيلانس، وهو باقي مسكين تما شي ساعتين. ظاهرة تهور بعض الزوار تجسدت أمام أعيننا، عائلة بأكملها تحاول عبور البحيرة المتجمدة لولا تدخل رجال الدرك، وهو ما يعكس غياب الوعي بخطورة المجازفة لتجنب مآسي مماثلة. خصنا الناس يوعوا بأنها رياضة عندها معدات ديالها، عندها بلاصتها، عندها مميزات ديالها، وهي رياضه كجميع الرياضات خصها تحترم وتدار في بلاصتها. هذه المنطقه حنا كنعانيو منها، ماشي دابا، دائما كيجيو الناس كيطلعوا فوق الجليد ديال هذه البحيره، وراه خطيره وكنبوهم وسميتو الوعي ما كاينش. إذا كان التهور سببا رئيسيا في هذه الواقعات المؤلمة وفي حوادث أخرى أقل خطورة، فلغياب المراقبة ولوحات التنبيه وعدم تسييج المواقع الخطيرة دور كذلك في تحويل المتعة السياحية إلى كابوس مرعب. لا 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 الله أكبر، الله أكبر.